جدي كان عنده قانون واحد، هو ما ندخلش الغرفة ديالو اللي كاينة في القبو. ولكن نهار حليت الباب حياتي تبدلات. فاش كملت 16 عام صيفطوني والديا باش نعيش مع جدي وجداتي لمدة شهر، وهي صراحة ما زرتهمش سنين دابا، ولكن غنمشي هاد المرة حيت علاقتي مع والديا كانت خايبة هاد الفترة. ما عرفش واش بسبب المراهقة، المهم ما مفاهمينش، وهما كيظنوا باللي الا مشيت لشي بلاصة قاحلة ما فيها والو من غير دار جدودي غيخفف من التوتر ديالي، ولكن في الحقيقة كنظن باللي هما اللي بغاو يتهناو مني. المهم شنو ما كان السبب، فراه هاد الرحلة العروبية بدلات حياتي كاملة. بسلامة ولدي، كون ظريف. قالت ماما هاد الجملة وهي كتشير ليا من الشارجم ديال الطوموبيل، واختفات وخلات وراها غير الغبرة. درت ولقيت جدي وجداتي واقفين حدا الباب باش يرحبوا بيا. قربت حداهم وقالت لي جداتي ستيفن حنا فرحانين حيت غتبقى معانا. ولكن جدي ما قال والو في الاول، من بعد حط ايدو الكبيره على كتفي وقال لي عندها الحق، ما كيجيوش عندنا الضياف بزاف. دخلنا تغدينا ودوينا شويه على علاقتي مع والديا، وغير خلوني بوحدي جبت تليفوني باش نتلهى شويه، واكتشفت الحقيقه المرعبه، ما كاينش الريزو. وهذا اسوء كابوس عند شي مراهق. جدودي كانوا من الطراز القديم، وهذا الشيء كان خاصني نتوقعه صراحه. مشيت عند جدي اللي كان كيلعب بالكلمات المتقطعه وسولته واش ما كاينش الريزو هنا. شاف فيا بنص عين وشير بصبعه لواحد البيسي قديم بزاف من عصر الديناصورات كان محطوط تم، وقال لي هادشي اللي عندنا. حسيت بقلبي ضرني، فهمت بلي غيكون الصيف طويل بزاف. ورا يومين لقيت راسي كنستكشف في القبو، كان الضوء ديالو قليل والعشاش ديال الرتيله في كاع البلايص، وطبقه غليظه من الغبره. يلاه بغيت نشعل البوله الوحيده اللي كاينه تم، وكانت مدليه من السقف. وانا نلاحظ واحد الحاجه، باب من الخشب كاين في الاخر ديال القبو، وكاين عليه ورقه وملصقه بالمسامر ومكتوب عليها بقى برا جدك. كانت موجهه ليا عرفت، ولكن هادشي خلاني نحس بالفضول اكثر. قربت ليه بشويه بحال كندير شي حاجه ماشي قانونيه. حسيت بالادرينالين طالع وانا كندور في البواني ديال الباب، ولكن مسدود. كان خاصني نعرف هادشي. تلفت باش نمشي، ولكن كانت شي حاجه ساده طريقي. جدي قال لي شنو كدير هنا. هو ماشي سولني، ولكن كان كيتهمني. ابتسمت واخا كنت مخلوع في ديك الساعه، وقلت ليه كنت غير كنشوف. بقى واقف شحال هو كيخنزر فيا، عاد غوت عليا وقال لي خرج، ما بغيتش نشوفك هنا مره اخرى. ما كانش محتاج يقولها جوج المرات. هربت ديك الساعه الفوق وانا كنحس بشوفاته تابعيني، ولكن بقى الفضول كياكلني. خاصني نعرف شنو كاين ورا داك الباب. قررت نبقى نتسنى حتى يخرج جدي يتقدى، ولكن الفرصه جات بكري. في هذيك الليله نيت فقت باش نوض الحمام، وفاش كنت راجع لبيتي سمعت واحد الصوت، وشفت الظل ديال جدي الكبير كيتحرك في الكوزينه، ومن بعد سمعت الصرير ديال الباب ديال القبو كيتحل. نزلت الدروج بشويه وبقيت حاضيه من بعيد. كان هو واقف ورا واحد اللوحه قديمه ومغبره، وخرج من وراها الساروت مصدي وحل بيه هذاك الباب. في ديك اللحظه كان قلبي غيوقف. كنحلف ليكم باللي شفت بقع حمراء ديال الدم على الارض. رجعت لبيتي قبل ما يشوفني وانا ما فاهم والو. النهار اللي من بعد تسنيت حتى مشى جدي باش يشري حليب، ونزلت للقبو وقلبي كيضرب مع كل خطوه كنخطيها. سوخرت هذيك اللوحه وخديت الساروت وحليت الباب، ولكن كون غير ما حليتوش. كان الدم كارم في الارض كامله، وكاينه واحد الطابله معدنيه على اليمين، وفوق منها كانوا بزاف ديال المطارق ولي بانس وشي منشار، وكلهم مغطين بالدم. وفي الاخر ديال داك البيت كانت واحد اللوحه ديال الاعلانات عليها الاوراق ديال الجورنال مقطعين وتصاور ديال الناس مختفين. وعلى اليسار كانت اكفس حاجه، وكنت غادي نسخف فاش شفتها. فراش موسخ وعليه كان جوته، والدود كيخرج من كل بلاصه منها، وعينيها محلولين بحال مات وهو مخلوع، وفمه كان متصلب في غوته ابديه. الباب تحل. تلفت ولقيت جدي واقف وفي ايديه كاين فردي وموجهه لجهتي. قلت ليه وانا كنتفتف جدي كان كيسحاب لي بلي مشيتي للحانوت. شاف فيا بواحد النظره ديال الكراهيه وقال لي نسيت بزطامي. بقى كيشوف فيا وهو يتنهد وقال شفتي بزاف ولدي، ما كنتش باغي ندير هادشي ولكن ما خليتيش ليا خيار اخر. سمعت الصوت ديال الرصاص ولكن ما حسيت بوالو في الاول بسبب الادرينالين، ولكن فاش شفت لتحت شفت دراعي كتنزف. غوتات جداتي من الفوق ارنولد اش هاد الصوت. جاوبها جدي وقال ليها حتى حاجه، ديري راسك ما سمعتي والو. ما جاوباتو جداتي، واش كانت عارفه؟ هز عليا الفردي ولكن هاد المره جهت راسي، ولكن الغريزه ديال البقاء هاد المره كانت سرع. دفعته بالجهد تعكل وطاح ليه الفردي من يده.
وانا نجري الفوق بحال شي مسطي. هزيت السوارت الاحتياطيه ديال الطوموبيل وخرجت، ديماريت ومشيت. تهرست المرايه ديال الطوموبيل برصاصه. فاش تلفت كان جدي واقف، ولكن ما قادش يتبعني، غير كيشوف فيا وانا كنبعد على هذاك الجحيم. وصلت لاقرب بلده وديكلاريت بيه، ولكن اللي لقاوه تما باقي كنحلم به لدابا. لقات البوليس الجثه ديال جدي وجداتي، وكان الفردي باقي سخون في الايد ديال جدي، يعني قتلها وقتل راسو وراها. من وراء التحقيقات بان باللي جدي كان مسؤول على اختفاء 13 واحد على الاقل. من وراء هذا الشيء احتاجت لسنين ديال العلاج النفسي باش نقدر نحس بالسكينه مره اخرى. ودابا انا كنحمد الله حيت خرجت من ديك البلاصه حي. هنا كتكون سهله القصه ديالنا. كما ديما قولوا لي الاراء ديالكم في كومونتيرات، ونتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله. تشاو. ديروا ابينو.